بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة، وهي رقم 112 في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. ودوما نبدأ بقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. أيها الأحباب الكرام، أحييكم داخل الوطن وخارجه، وأرجو لكم دوما الصحة والعافية والتوفيق والقبول في الدارين بحوله تعالى. وأنا أفكر أن أقدم شيئا شوية مختلفا عما أقدمه لكم في هذه القناة المباركة، قناة السلام الإعلامية. عن لي أن أتحدث عن قصيدة مشهورة تكاد تكون معروفة لدى الإريتريين أكثر من النشيد الوطني بمختلف اتجاهاته، بمعنى النشيد الوطني الموجود اليوم. كثير من الخلق الإريتري يحفظون هذا النشيد ويرددونه في مناسباتهم المختلفة، سواء كان أفراح، أعياد خاصة، أعياد دينية، أعياد وطنية، وحتى في مراسم الزواج عند بعض المجتمعات. وفي كثير من تجمعاتهم كذلك يرددون هذا النشيد، وهو نشيد خالد. وأكثر من ذلك، حتى لدى المدارس الإريترية خاصة في المهجر يعتبر كأنه نشيدا وطنيا. وإذا كان النشيد الوطني إريتريا قد دحرت بغيظهم أعداءها وتوجت بالنصر تضحياتها، على الأهداف عضت من عهود، غدا اسمها معجزة الصمود، فخر المكافحين إريتريا قد برهنت أن العلا لها، إريتريا تبوأت مكانها بين الأمم. بإصرارنا الذي جنى التحرير سننجز البناء والتعمير، لترتقي وتلبس الوقار، تعهدنا أن تسمو إريتريا تبوأت مكانها بين الأمم. هذا هو النشيد الرسمي باللغة العربية والتجرينية. والتجرينية هو معروف، وإن لم يكن البرنامج عربي كان يشرفني برضو أن أقرأه عليكم، ولكن خلونا في هذه اللغة، لغة البيان. لكن حقيقة برضو معلومة ينبغي أن يعرفها المشاهد الكريم والشعب الإريتري، إن هذا النشيد الوطني المعتمد اليوم ترجم من اللغة التجرينية. وقد كتب اللغة التجرينية الشاعر سلمون تسهاية الموجود في أسمرة، وأنا أحييه، وهو من رعيل الجنود، خلونا أقول الجنود وليس المناضلين. الشعب الإريتري كله مناضل يعني، لكن كان الأستاذ سلمون تسهاية جنديا في الميدان، واجه العدو بسلاحه وبقلمه وعقله، وهو من الرجال المحترمين جدا، له التحية، حيث يوجد الآن في مدينة أسمرة. سلمون تسهاية كتب النشيد الوطني بلغة التجرينية: إريترا أبعلم تشبيتاتو كبرى، إلى آخر النشيد. يعني أنا أحفظ النشيد بالتجرينية كمان. فأصل النشيد مكتوب باللغة التجرينية، وقد ترجمه ترجمة موفقة، وترجمة غاية في الإجادة والمضمون والمحتوى. وحتى هو ترجم من اللحن المعتمد يعني. طبعا كل الأناشيد الوطنية تعزف يعني، فمن اللحن المعتمد المسموع اليوم لحنه، ترجم كلماته من اللغة التجرينية إلى اللغة العربية المناضل. خلوني أقول برضو هو الجندي يعني، إبراهيم إدريس توتيل،
فك الله أسره. دائما الناس يقولون للمعتقلين فك الله أسره، وأنا يعني في الغالب أترحم على أي مسجون آه، أخذ سنوات في سجون هذه الطغمة الحاكمة، ولأنه الرجل متقدم في العمر كذلك، ويكفي أنه التحق بالكفاح في الستينيات يعني، فكيف يكون الآن عمره؟ على كل يعني نترحم عليه سجينا وراحلا، والرحمة عزيزي المشاهد يعني تجوز للراحلين ولغير الراحلين، ونحن نقول يعني يا أرحم الراحمين ارحمنا، ونطلب الرحمة ونحن أحياء، ونطلب الرحمة والمغفرة عندما نرحل، وحتى نطلب المغفرة ونحن موجودون على قيد الحياة. فالناس عادة يربطون الرحمة، إذا قلت رحمه الله فيقول لك على رسلك، الرجل حي عايش. فالرحمة عزيزي المشاهد تجوز للراحلين والأحياء. ولذلك الجندي الأستاذ السياسي الكاتب حقيقة إبراهيم إدريس سوتيل، مع كل مجد السياسي و و و وتاريخه الكبير في الجندية والنضال والسياسة، لكنه يعتبر أحد الكتاب الإريتريين الذين يمكن أن يشار إليهم بالبنان، والكتاب في إريتريا هم قليلون يعني. فهو رجل كاتب ورجل شاعر في ذات الوقت، وقدم للثورة وللشعب الإريتري جملة من الأناشيد، أشهرها طبعا أعلناها ثورة في 61. وأنا إن شاء الله في يوم من الأيام سأجمع الأناشيد العربية التي دفعت الشعب الإريتري للالتحاق بالكفاح المسلح، سأتحدث عنها وأشير إلى شعرائها كذلك. وعموما اليوم عشان ما نخرج من النشيد الذي سأتحدث عنه بعد قليل، فإبراهيم إدريس توتيل له التحية، هو شاعر النشيد والأنشودة الوطنية اللي هي سبتمبر أعلناها ثورة في 61، والذي شدى بها حسين محمد علي، له التحية والسلام. فإبراهيم إدريس توتيل هو الذي عرب النشيد الوطني، نقله من التجرينيا إلى اللغة العربية بذات المضمون، بذات الإيقاع، بذات الروي، بذات الجرس الموسيقي. ولذلك أنا أقول لا يمكن أن يترجم شاعر من كلمة من لغة إلى لغة ويحافظ على اللحن الموجود وعلى النغمة والموسيقى وما إلى ذلك، ولا يخرج عن المضمون، إلا أن يكون مفن يعني فنان يؤدي له علاقة بالغناء، والشعر هو أصلا غناء عزيزي المشاهد. فقلت له ذات يوم أنا أمازحه السلام عليك أيها الفنان إبراهيم إدريس سوتيل، يعني جمعتنا معه أيام عذاب وأيام خالدات في أسمرة. فقلت له السلام عليكم أيها الفنان. قال لي فنان؟ أنا لست فنانا. قلت له أنت فنان، خلينا أكد لك أن كيف. قال لي فنان. حكيت له القصة بتاعت النشيد الوطني، قلت له لا يمكن أن يترجم شاعر عادي كده على لحن جاهز وكلمات ومضمون ويحافظ على الجرس الموسيقي وهكذا، يعني إلا أن يكون له علاقة بالفن، والفن والشعر فن. فضحك طبعا بضحكة المشرقة إبراهيم إدريس سوتيل، له التحية، ولأبنائه أينما وجدوا. طبعا معاكم في تركيا ابننا العزيز إصرار إبراهيم إدريس سوتيل. وفي إحدى اللقاءات إصرار قال لي عملت معه لقاء لصالح إذاعة إيرنا في زمن من الأزمنة، يعني قبل سنوات، فقال لي يعني لفت انتباهي وأنا لم أكن منتبها لذلك، شوف الشاعرية بتاعت إبراهيم إدريس توتيل، يعني اليوم نتحدث عنه كشاعر يعني.
الشاعرية الشعراء دائما يضمنون أسماءهم أحيانا وأسماء ذويهم وأصدقائهم وهكذا يعني. فقال لي يعني على فكرة أنا اسمي ثابت في النشيد الوطني. فقلت له كيف؟ فقال لي كده ردد النشيد الوطني. فأول ما وقفت على وصلت إلى إصرارنا بإصرارنا الذي جنى التحرير، سننجز البناء والتعمير لتزدهر وتلبس الوقار، تعهدنا بأن تسمو إريتريا، إريتريا تبوأت مكانها بين الأمم. فقال لي الوالد إصرارنا الذي جنى التحرير هو يقصد، لا أعلم إن كان إصرار في ذلك العهد مولود، لكن أشك أنه كان مولودا، لأنه إصرار هو يعني في هذا العمر الذي كتبت فيه القصيدة. وكثير من الشعراء بما فيها نحن يعني نحاول أن نثبت أسماء قد تعنينا بشكل خاص، أو من الأسرة أو من الأقارب وحتى من الأصدقاء يعني. وأحيانا بتجي الأسماء برضو أنت تعني بها معنى معينا ورسالة يعني. والشعر الأدبي كثير يعني، حتى الشعراء المحدثين موجود يعني، وفي قصائد بأسماء الذين يعنيهم الشاعر. فقلت له والله بختك يا إصرار إنه اسمك يكون موجود في النشيد الوطني يعني، وأرجو أن لا يتغير هذا هذا النشيد يعني إصرارنا عشان يكون موجود على طول يعني. فإبراهيم إدريس توتيل الكاتب السياسي هو شاعر مجيد، وكفاية هذا النشيد يعني. هذه معلومة أنا حبيت أقولها على هامش الحلقة عفوا. فأعود إلى النشيد الذي سأتحدث عنه وحدين. أنا ذكرت النشيد المعتمد اليوم، لكن هناك من يرى في ذلك النشيد الذي سأتحدث عنه يراه بمثابة وفي مقام النشيد الوطني، بل هناك من لا يردد ذلك النشيد، بل يردد النشيد الذي سأتحدث عنه. وقد عمدته أيام الثورة وبعد الثورة كذلك، فترة ما بعد 91 الإريتريون يرددونه حيثما وجدوا. النشيد هو المعروف بجارة البحر، إريتريا جارة البحر. أنا سأقرأ عليكم القصيدة كاملة. طبعا ما يعني يسر له كذلك ويرمز إلى التلاحم الموجود بين الشعبين الإريتري والسوداني تحديدا، يعني أنه شاعر القصيدة هو شاعر سوداني وشاعر مجيد، وهو الأستاذ التجاني حسين دفع السيد. تجاني حسين دفع السيد كتب ذلك النشيد. أنا قصة النشيد وكيف وصل إلى إدريس وكذا ما عندي له، اللي هو شدى به الفنان الأسير. أنا برضو أترحم عليه راحلا وسجينا، وهو إدريس محمد علي، الذي أثرى المكتبة الموسيقية بالأناشيد الوطنية الكثيرة، واحدة منها جارة البحر. وجارة البحر يعني جميل أن يكون شاعر سوداني، وأنا كما أقول شاعر سوداني يكتب لك مثل هذا النشيد ويحفظ لدى الإريتريين، وهناك من يراه هو بديلا للنشيد الوطني قبل أن يكون. أنا أرى ذلك يعني يؤكد لنا أن هذه الحدود هي حدود وهمية، وأنا دوما أقول أنا لا أعترف بهذه الحدود. صحيح حدود سياسية ورثونا بها المستعمرين، لكن نحن لا نؤمن، أنا شخصيا لا أؤمن بها. وانطلاقا من قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، والمسلم أرض الله، كل بلاد الدنيا هي أرضه، ولا بد بمفهوم الأخوة في الدين. هذه حدود استعمارية يعني، والاستعمار عمره ما حافظ على قيمنا الإسلامية وقيمنا العروبية والأفريقانية وما إلى ذلك، يعني قسمنا إلى هنا وهناك. فدليلا على أنه نحن شعبا واحد، زي ما قالوا نحن شعب واحد، ليس بمفهوم السياسة ومصالحه وما إلى ذلك، لكننا هكذا يعني هكذا خلقنا
وعرفنا أنه إريتريا والسودان واحد، إريتريا وإثيوبيا واحد، ليس بالمفهوم السياسي لكن بالمفهوم الديني ذاته وبالمفهوم الأخوي. يا أخي كلنا من آدم وآدم من تراب يعني. فالسودان بلادنا، وإثيوبيا برضو عندنا فيها امتدادات، وجيبوتي عندنا فيها امتدادات، واليمن. بالتالي الشعب الإريتري هو الشعب العالمي يعني. وجزا الله خيرا، جزا الله المصائب يعني أحيانا، يعني إذا كان فيها شيء يعني برضو تفرزعنا على بقاع الدنيا كلنا، وحملنا جوازات والله حتى لم نحلم بها حتى في الخيال يعني. وأصبحنا مواطنين يعني، ليس بإرادتنا، مواطنين أينما أقيم، أينما حل وأقام الإريتريون يعني يحملون، يعني نحن نحمل جنسيات العالم كله يعني. ودائما أنا ينتابني سؤال يعني، يا ترى لو عاد هؤلاء إلى بلادنا، يعني حكاية أنه نحن 9 قوميات و9 لغات، بالمناسبة هذه مسألة ينبغي إعادة النظر فيها. سيأتي الإريتريون كلهم إلى إريتريا في المستقبل، نشهد ذلك أم لم نشهد، العلم عند الله. لكن عندما يأتي الإريتريون كلهم وكل يريد أن يتحدث بلغته التي نشأ بها وهو يحمل جوازه وجنسيته يعني، فيا ترى أي عقلية هي التي ستقود هذا الفسيفساء العالمي الإريتري؟ عشان كده نقول يعني لو اعتمدنا اللغتين، وكل من هو مقيم في الخارج يتحدث بلغات الدنيا كلها، يعني يعرف أنه هذه اللغتين هي العربية والتجرينية هي لغته الرسمية، وينبغي أن يتمسك بالاثنين، مش بواحدة كمان، بالاثنان ينبغي أن يتمسك بها قدر الإمكان، لأنه ليخلق حوارا وطنيا وحوارا برضو ثقافيا في الوسط الإريتري. بالعودة إلى إريتريا جارة البحر، طبعا هذا النشيد رسخه الأستاذ إدريس محمد علي عبر نشيده المعروف، والناس يحفظون هذا النشيد. وأنا أذكر يعني صحيح أيام الطلب في المرحلة الابتدائية والإعدادية وإلى حد ما الثانوية، لم يكن نشيد جارة البحر هو منتشر بين الناس كانتشاره اليوم، فكانت هنالك أناشيد أخرى. أنا أذكر جاي من والشريفين مثلا إلى مدينة كسلة، والذين يأتون من عواض، والذين يأتون من مناطق أخرى روما وغيره وغيره، هم عائدين يرددون الأناشيد الوطنية. منها مثلا آه النشيد الذي شدى به الفنان عثمان عبد الرحيم، له التحية والسلام، حيث يقيم في السويد اليوم، وقد خرج من إريتريا قبل 23 عاما مجبرا طبعا وليس بطلا يعني، له التحية مع أسرته. كنا نردد النشيد اللي هو يا شعبنا المغوار، يا زحفنا الجبار، الويل للغدار من غضبة الثوار. نشيد قوي، زحفنا الجبار يا جيشنا المغوار، يا زحفنا الجبار، الويل للغدار من غضبة الثوار، تن ترى تت ترى. يعني نشيد قوي، وحتى وهو يؤديه عثمان له التحية، وحسين وله التحية كذلك، يعني خليك انت زول عسكري يعني، يعني مارش كده يعني. وكان نشيد آخر الآن لا أذكره، من 2 3 كده كنا نردده نحن عايدين وذاهبين من مدرسة الشريفية المتوسطة والابتدائية إلى كسلة يعني، وكلنا إريتريون يعني. ف ولذلك سآتي ذات يوم إن شاء الله أتحدث عن مجموعة من الأناشيد الوطنية التي كان لها دورا كبيرا في هذه اللغة التي نتحدث بها. يعني المسألة مش حاجة سهلة، يعني أنك أنت تحفظ نشيد وتحفظ كلمات قوية وكلمات رصينة، ويأتي في مقدمة سيد الأناشيد الوطنية أحمد سعد رحمة الله عليه. طبعا يعني يعني دعم وأثرى المكتبة الثقافية العربية بديوان عاشق إريتريا، له الرحمة والمغفرة يعني. فهذا النشيد إريتريا جارة البحر، أستطيع أن أقول هو من منتصف الثمانينات
بقى منتشر انتشار رهيب يعني. والدليل على ذلك عزيزي المشاهد، وأنا سأقرأ النشيد وأقرأ شيء مما كتب عن الشاعر السوداني الإريتري، نحن خلينا نقول شاعر إريتري سوداني، التجاني حسين دفعسي. دليل على ذلك، عندما التحقت بجهاز التعليم الإريتري كأول وظيفة بعد التخرج 90 تخرجت 91، يعني قبل ما يدخلوا الجماعة أسمرة. في نهاية 90 أنا التحقت بجهاز التعليم الإريتري، ولا يذكر جهاز التعليم الإريتري إلا واجب الترحم على مديره ومؤسسه الأستاذ محمود صالح سبي، له الرحمة والمغفرة، ولشقيقه الزعيم عثمان صالح سبي الذي كان الداعم الأساسي، والذي قبل أن الجهاز يعني ينفصل عن الجانب السياسي ويعمل بالحقل التعليم. هذه رؤية كانت بعيدة المدى ورؤية حصيفة وحكيمة يعني. فتفرغ الأستاذ الذي كان أستاذا وبرضه مناضلا، يعني الأستاذ محمود، وقد خرج من سجن سنبل مع المجموعة التي أخرجتها جبهة التحرير. المهم، فعكف على إدارة وتأسيس الجهاز. التحقت بالجهاز، ولي الشرف لذلك، يعني أن تكون أول وظيفة لك مع جهاز التعليم. والله هذه منن من الله سبحانه وتعالى. وكانت الوظائف قدامنا كثيرة يعني لدى الإعلام السوداني رسمي يعني، لكن لارتباط وشيء يعني لا بد أن أعمل من أجل البلد الذي أنتمي إليه. وانتمائي لإريتريا لا ينفي انتمائي للسودان، وأنا قلت أن هذه الحدود وهمية لا أعترف بها. ف... وكانت برضو الحظوظ يعني أنه ومنحة إلهية وجدت نفسي في جهاز التعليم الإريتري، وجلست إلى مدير الجهاز محمود سبي رحمة الله عليه، تلك الشخصية القوية، يعني مكتبه هو مكتب وزير التعليم بكل ما تعني هذه الكلمة، مضمونا ومحتوى يعني. دخلت أنا وكأني داخل إلى فعلا في مقرن النيلين، في المقرن في الخرطوم يعني. فدخلت ودار الحديث الطويل بيني وبين السيد المدير، فعينت كمسؤولا للإعلام والتوجيه الثقافي. هذه برضو كانت منحة إلهية كبيرة والحمد لله. فقررت في ذلك العهد، وليته طال ذلك العهد ولكنه لم يطل، حيث دخلت المجموعة أسمرة ورافقت القافلة الطلابية التي تحدثت عنها ذات يوم فيما أظن يعني. المهم، فكانت مهمتي الأولى التي عزمت عليها أن يعني كمسؤول للجهاز أن أصدر مجلة اسمها جهاز التعليم. وضعت برنامج كامل وطرحت على الأستاذ محمود رحمة الله عليه، واعتمدت المجلة اسما ومحتوى، واديته بالتفصيل يعني العدد يكون كيف. كان ذلك عام 1900 نهاية 90 بداية 91، يعني قبل 32 عام خلونا نقول بالضبط، يعني قبل أو 33 عام في هذا الحدود. والحمد لله يعني ربنا مدينا ذاكرة حية قاعد نتذكر حتى اليوم. فمن بين والكلام ده قاعد يجيبه يعني قصة النشيد هذا. فقررت أن يكون في العدد الأول، ولم أصدر إلا عددا واحدا مجلة الجهاز. هكذا كانت مشيئة الله، لأنه دخلت 91 شهر 11 أسمرة، فأقمت هناك يعني. دخلتها معتمرا، فتمتعت هناك 17 عاما تمتعت هناك يعني. فقررت أن يكون في العدد الأول زيارة ميدانية لمدارس جهاز التعليم الإريتري على الأقل نماذج منها في المديريات الثلاث،
وكانت في الإقليم الشرقي يعني، بمسمى اليوم مديرية كسلة والقضارف، يعني ولاية كسلة عفوا، ولاية القضارف، وولاية بور سودان، ولاية البحر الأحمر عفوا. ساعتها كان الإقليم الشرقي كله. فبدأت بمدارس في الخرطوم. ما كان للجهاز مدارس، ولكن كان المدارس بالجهاز إنه هم الطلاب الجامعيين الإريتريين الملتحقين بالمعاهد والجامعات السودانية بمنحة من جهاز التعليم الإريتري، فمتواجدين في مدينة الخرطوم، ابتداء من جامعة الخرطوم إلى جامعة أم درمان الإسلامية، إلى كل كليات التكنولوجيا، وهكذا في كل الجامعات. أعتقد في جامعة القاهرة، فجامعة القاهرة فرع الخرطوم التي سميت النيلين، أعتقد كان هناك عدد من الطلاب، حيث كان السودان الوطن العزيز يعطي منحة لجهاز التعليم الإريتري في كل التخصصات ما عدا الإعلام. الإعلام كان حكرا على السودانيين، فجهاز التعليم لم يكن له نصيب في الإعلام منحة. و... وأكبر الجامعات التي كان بها الإعلام في ذلك العهد من 86 التي شهدتها إلى سنة 90 لم يكن إعلاما إلا في جامعة أم درمان الإسلامية، وهذه معلومة عزيزي المشاهد. حتى جامعة الخرطوم لم يكن بها لا كلية ولا شعبة للإعلام، لكن كان يعني معهد كده، أو مش معهد، يعني حاجة كده، مكتب يعني يقال أنه تابع لجامعة الخرطوم، فيعطي دبلوم في الإعلام ولكنه ليس بكالوريوس. وده في الزمن الأخير كمان، يعني 88 87 شيء من ذلك. لكن في زمننا نحن سنة 86 لم تكن هناك كلية للإعلام، كلية يعني شعبة الإعلام، كان ذلك شعبة الصحافة والإعلام تابعة لكلية الآداب، إلا في جامعة أم درمان الإسلامية حيث الجامعة العريقة. آه وهي جامعة عريقة فعلا، فلأنه هي سبقت جامعة الخرطوم، جامعة أم درمان الإسلامية، المعهد أم درمان العلمي، سبق كلية غردون التذكارية يعني للتاريخ يعني. ف... فقررت أن أزور المدارس التابعة للجهاز، فوضعت البرنامج. نبدأ من ولاية القضارف مثلا، ثم إلى بور سودان، ثم إلى كسلة، فزرت جملة من المدارس. والشيء بالشيء يذكر. هذا الذي يعني ما الذي يتركني اليوم أتحدث وأنا أتحدث عن نشيد وطني؟ علاقته بالجهاز. ما هي علاقته بالجهاز؟ فالعبد لله شاب يعني، ودابه خريج فريش يعني، ولم يكن حالنا والحمد لله كما تروننا اليوم، يعني شاب يتلمس خطاه، يعني هو خريج فريش كده، وهمة ونشاط وكده، والحمد لله لا زالت العزائم، لكن لم يعني للعمر أحكام يعني. فماسك معي أوراقي كده، فدخلت على أول فصل كان في مدينة القضاء، وأعتقد في حي دار النعيم أو دار السلام إن لم تخني الذاكرة. فدخلت مع المدير، لا أذكر اسمه والله، وله التحية وله الرحمة والمغفرة إذا كان. فهو أخطر طبعا من مكتب الجهاز إنه مسؤول الإعلام والتوجيه الثقافي بزيارة ميدانية للمدرسة، ودار يعمل زيارة ميدانية، يعني التقي بالطلاب، التقي يعني عمل إعلام يعني. وكان العدد الأول كله زيارة ميدانية لمدارس الجهاز يعني، فيه لقاءات مع الطلبة، فيه صور، فيه تحقيق، فيه مع المعلمين المدراء وأولياء الأمور. كان عددا دسما يعني. وسأتحدث لما طرحت العدد الأول على طاولة الأستاذ محمود سبي رحمة الله عليه، يعني كيف كان شعوره وإحساسه، سأتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله. فالمهم دخلت إلى، ولم أكن يعني حديث عهد بذلك النشيد ساعتها، لكنه لم يكن برضو نشيدا راسخا في الأذهان. استمعت إليه موقعا موسيقيا وما إلى ذلك، لكنني لم أسمعه من طلاب هكذا. فكعادة الفصول التي درسنا بها وفيها،
ومع الأسف لم أدرس يعني هناك يعني. وأمنية اليوم لو سألتوني أيها المشاهدون الكرام ماذا تتمنى اليوم؟ واشتغلت في مدارس في التعليم بعد إذن يعني، بعد 91 وبعد 90 يعني. عندما دخلت أسمرة يمكن أول مرة باشرت مهنة التدريس في مدرسة الجالية العربية. وأنا إن شاء الله سأتحدث ذات يوم عن مدرسة الجالية العربية ودورها في دعم اللغة العربية في إريتريا بشكل عام، يعني مثلها مثل المعاهد. لكن مدرسة الجالية العربية ربما كانت أسبق بدورها في دعم اللغة العربية من المعاهد، حيث المعاهد بدأت يعني متأخرة يعني بتاريخ المدرسة، مدرسة الجالية العربية. فلما دخلت طبعا دائما لما يأتي زائر من الخارج الفصل كله يقيف. طبعا هنا في بلاد الخواجات ما في زول يقيف، ممكن أي زول يكون قاعد كده، وممكن يجيك الوزير داخل بتاع هاي بالماني يعني، وكلهم في شغل يعني. ودي ثقافة وتلك ثقافة يعني. المهم الطلبة يقفون حتى لو لم يستطيعوا أن يقفوا على كامل وقفتهم، كما كنا في مدرسة الشريفين الإعدادية، حيث كانت الراكوبة الدارتور زي ما كنا نقول، درسنا فيها سنة أولى وثاني إعدادي، يعني مصنوعة من المواد المحلية، ونحن أطفال لا نقوى أن نقف وقفة كاملة، ونحن ناس طوال يعني والحمد لله يعني. فتخيل ما يعني تقيف نصف وقفتك كده لأنه البتاع نازل عليك، فالمدرس يشفق علينا فيقول لنا جلوس جلوس يعني. والمدرس العادي الداخل عليك كل حصة يعني يقول لك جلوس، والجلوس على قريب يعني. والله هذه تلك المرحلة برضو جديرة بالتوثيق والحديث عنها يعني. يعني فكنا عن قريب الكنبة الكرسي الذي ندرس عليه في الصباح ننام عليه في الليل يعني، وهو عن قريب يعني مصنوع من الحبال، ما فيش أدراج، ما فيش كراسي، ما فيش أشياء التي الآن التعليم تطور طبعا. تلك كانت الظروف يعني. فكيف ولماذا صمد الطلاب وصمد المعلمون وصمد المدير، كل المدراء، و90% كلنا كنا إريتريين يعني في المدارس تلك يعني. فيشفق علينا المدرس، ولكن لا بد أن تقف إجلالا وتقديرا واحتراما للمعلم يعني. وعشان كده شوقي ما قال قف للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. يعني له رحمة، وعادة الناس لا يترحمون على الشعراء. أنا كلما ذكرت شاعر وأعرف أنه مسلم أترحم عليه، رحم الله أي شاعر قد رحل، وأولهم عمنا وجدنا أبو الطيب المتنبي، هو جد كل شاعر مجيد على فكرة. فبالعودة إلى مدارس الجهاز دخلت مع المدير ومعانا أستاذ الدرس كان موجود، فوقفت كده وعرف بي، قال هذا كده 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 التعريف العادي ذاك اللي يعرف علينا، وطوالي فإذا بي أفاجأ وأندهش. الطلبة كلهم الفصل كلهم شباب يعني، عمر مدارس ابتدائية وإعدادية التي زرتها يعني عمر 12 13 وكذا. فإذا به الفصل كله إريتريا يا جارة البحر يا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا يأتي زحفنا من أقدس الدروب. ويلا والنشيد تاع. أنا حقيقة والله أتذكر كيف تساقطت دموعي يعني من حيث لا أدري يعني. فهزني ذلك النشيد هزا قويا، وأنا دابي أتلمس صريخ الشعر في ذلك العهد يعني. يعني كتبت حاجة، ولكن يعني ما بداية يعني كان لي في ذلك العهد 7 8 10 قصائد ليس إلا يعني، وقد بلغنا قرابة 80 قصيدة اليوم والحمد لله يعني. بما فيها الطوال يعني، واحدين سموها معلقات واحدين سموها وأنا يعني لا أسمي معلقة ولا شيء، بس أرمز لها فأقول الميمية والنونية وما إلى ذلك. وآخرها كانت الحائية التي كتبتها رثاء
لفضيلة الشيخ العلامة المسلم الحبر يوسف نور الدايم رحمة الله عليه، الذي فارقنا قبل أيام. يعني يعني ما لم نقول عليه السوداني، فالعالم هو عالم لكل الهنا، وكان الحبر والحبر كذلك هو الرجل العالم. والعالم هذا بالمناسبة ما عندوش كل بلاد الدنيا، هذه بلاده. من لم من المسلمين لم يستمع إلى الحبر يوسف نور الدايم؟ ويا ترى كم هم الذين تعلموا على يديه؟ فالعالم الفسيح ده كل عالمه، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وفي عليين إن شاء الله، وفي مقام أمين، وأسأل الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته بإذنه تعالى. فكنت أقول نعم النشيد، أيوة، أنا أسمي قصائدي بالحرف، حرف الروي يعني. فالحقيقة كانت آخر وحدة كتبتها وقدمتها في لقاء جمعني بفضيلة الشيخ، ولها قصة يمكن نجي نحكي عنها. جمعني به، وهي كانت استجابة لدعوة كريمة من فضيلة الداعية الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد، هذا الذي يلبي دعواتنا. فعندما كتبت مقالة دفق حبره وألقى عصاه، فبكيت في مقالة موجزة يعني بما يذكر به العلماء يعني، وليتنا نوفي حقهم وتقديرهم. فشيخنا أبو الرشيد هزه ذلك المقال، فدعاني في لقاء أن نتحدث عنه. فحقيقة يعني أنا كان لابد أن أستجيب لتلك الدعوة، فقد استجاب لدعواتنا كثيرا، فلا بد أن نكون كرماء مع فضيلة الشيخ أبو الرشيد. فحركت في شيء، فكتبت حائية تحدثت فيها عن فكري ورأيي وموقفنا من اللغة العربية، وكذلك خوفي من أن أكون بين شيخين جليلين، الحبر يوسف نور الدايم رحمه الله، والشيخ الجليل الداعية محمد جمعة أبو الرشيد. فخفت مع نفسي، ولكن مع ذلك الخوف تساءلت مع نفسي لما أخاف يعني؟ فدائر أكسر حاجز الخوف وآتي بشيء أفاجئ به أبو الرشيد له التحية. فدلفت أكتب قصيدة وعنونتها بالحائية، بدأتها أبدا وما خفت الحوار صراحة، وأنا الذي في مهنتي صداحة، أفنيت عمري في الحياة تدافعا، أفنيت عمري في الحياة تدافعا بين الضيوف وأنفسي شراحة. وبعد ذلك تحدثت عن اللغة وأهميتها وعلاقتي بهذه اللغة، ثم دلفت إلى شيخي وشيخ كل مسلم الحبر يوسف نور الدايم رحمة الله عليه، فقلت فيه شيء أسأل الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته ويجمعكم به كذلك. فاندهش شيخنا أبو الرشيد فقال فاجأتني. قلت له أنا أحببت أن أفاجئك ولم أتحدث إنه أنا كاتب حاجة. تحدثنا شيء عنه ثم دخلنا إلى القصيدة. فالأمنية التي تمناها أبو الرشيد قال ليته استمع إليها ذلك الشاعر المجيد المفلق، ذلك اللغوي الجهبذ الحبر يوسف نور الدايم. فقلت له أنا متأكد أنه هو، يعني لم أقل لأبو الرشيد، ولكن ظني أن القلوب المتآلفة تستمع يعني، وإن شاء الله نقرأها له في بين الخرد بين العيون، الحور، حور العيون يعني، في جنات ومقام أمين بإذن الله تعالى. وأنا ضمنت الكلام ده جوا، فهذه قناعتنا إن شاء الله يستمع إليها، ونقول لو كتبنا ذات يوم هكذا. وأنا على يقين المؤمنين في جنانهم لمن يدخلون، وأسأل الله أن يدخلنا جناته. أعتقد يتذكرون، يعني يتذكرون أيامهم ويتآنسون و... ويذكرون
مجاهداتهم ويذكرون أشياءهم طبعا، لأنه طالما أنه آه، كل ما تمنيته تجده، وتعيش حياتك كما تشاء، وهي حياة أبدية. أعتقد أن الناس إلى أشراف أمورهم وإيمانهم وأحبابهم يتساءلون ويتحدثون. هذه تأملاتي في هذا الدين الحنيف الذي نؤمن به إيمانا منهجا وسلوكا. عموما نأتي آه إلى النشيد، وأرجو أن لا أكون خرجت. أيوة، كنت حديث عهد بالشعر، فلما قدم الطلاب هذا النشيد: إريتريا يا جارة البحر، يا منارة الجنوب، من أجل عينيك الجميلتين، من أجل عينيك الحزينتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب. فهزني هزا وبكيت يعني. ف... وضمنت هذا المشهد كله، البانوراما، العدد تضمن. وأنا عبر هذا البرنامج ربما الناس يحفظون ذلك العدد، يحفظونهم ضمن وثائقهم. أتمنى أن يرن علي واحد بالتلفون أو يكتب لي يقول لي: يا أستاذ، يا أخي، عددك الأول اليتيم ده موجود معانا، محتفظين به، لأنه وزع في مدارس الجهاز وفي مكاتب الجهاز، لأنه كان عددا يعني طبعناه بالمئات يعني. فالمهم، فافتكرت أن هذا النشيد هو خاص بهذه المدرسة وكذا. فذهبت إلى بور سودان، بديت بالقضارف ثم إلى بور سودان. نفس النشيد، نفس الكلمات، والطلاب يؤدونه. مشيت إلى كسلة، نفس الشيء. فعرفت أنه هذا هو النشيد المعتمد لدى جهاز التعليم الإريتري. يعني سررت أيما سرور، يعني نشيد قوي طبعا، ويربط الطالب بقضيته المركزية وقضيته الوطنية، قضية الوطن الإريتري والعمل من أجل الحرية. فشوف، أنا هنا أريد أن أسجل موقفا تربويا، موقفا علميا، وموقفا إعلاميا. انظروا إلى النظرة البعيدة، بعيدة المدى والأفق، للمربي الجليل الأستاذ محمود سبي رحمة الله عليه. كيف اختار من بين كل الأناشيد التي كانت تملأ الدنيا والآفاق، اختار هذا النشيد: إريتريا جارة البحر، يا منارة الجنوب. وفي كل بيت كتبه الشاعر معاني قوية جدا. فيعني لم يأتي اختيار النشيد في مدارس الجهاز مصادفة أو اعتباطا، لكنه كان هو رجل مربي جليل يعني. فاختار هذا النشيد لقوته وقوة معانيه من ناحية، واختار النشيد برضو أن يكون لواحد سوداني، يعني إيمانا وتأكيدا على أن البلاد هذه كلها واحدة. فخلد اسم الشاعر التجاني، له التحية وله الرحمة كذلك. عموما نأتي إلى النشيد. طبعا النشيد الوطني هذا، وأنا أسميه نشيد وزارة التعليم، وسأدلف إلى النشيد. وطبعا أخونا إدريس محمد علي اختار منه كلمات. طبعا دائما المغنين يختارون يعني كلمات مختارة، كل حسب رأيه وهواه يعني، ولا يستطيعون أن يغنوا كل القصائد. فيقول: إلى جارة البحر. هي رسالة كتبها الشاعر أستاذنا التجاني حسين دفع السيد. فبيقول: إريتريا يا وجع الرجال، إريتريا يا وجع الرجال، إريتريا يا زهرة حمراء نامت في يد التلال، يا زهرة حمراء نامت في يد التلال. أنى لأشجار اللهيب فارسا يعود، أنا لأشجار اللهيب فارسا أعود، وأنت لي وحدي أنا، وباسمك المجيد تأتي ساعة بها يدي
ستسحق القيود وتنقذ العدل من المشانق ومن مخالب اللصوص من يد الرصاص والبنادق، وتنقذ الإنسان من مذابح المغول ومن رياح الكارثة، وتنقذ الحمامة البيضاء من مصيدة اللئام، وتنقذ الزيتون والسلام. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إدريس خلى المقطع ده كله فدلف إلى ولحن هذه الأبيات: إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الجميلتين يأتي زحفنا من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا أنت يا ضحية الحروب، أنت لا زلت بين أضلعي نارا، وفي دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كدمعة جديدة، وفي شعاع الشمس لونا زاهيا يسطع في تلالنا البعيدة. لا زلت مثلة الربيع يا وحيدة، من أجل عينيك الحزينتين يا حبيبتي سيطلع النهار، من أجل أطفالك يا مدينة الصغار، من أجل أيتام بلاد الطاهرة النازلين خلف أسوار الحدود في خيام الذل والهوان. إريتريا يا وجعا يجول في صدورنا، يا شجرا ينبت في قلوبنا، يا مطرا يهطل من جفوننا، يا أجمل المعذبات، يا أجمل المعذبات في معسكر اللصوص القتلة. عصفورة أنت أراك بين قطاع الطرق، لكنني ما دام لي فيك دم وخنجر ونار وطلقة وبندقية ورأس حربة وثار، ما دام لي فيك شعاع مئذنة ومشتل ومرقد ودار، ما دام لي مستقبل فإنني أعود مثل طلعة النهار. أعود يا حبيبتي وفي يد السلاح، ومثل أمواج البحار يصعد الكفاح، وحين تستفزني مذلتي في وطن السليب، وحينما أشعر أني فارس مسمر في خشب الصليب، أكون يا إريتريا كأي نسر ثائر غضوب. وعندما أحمل بندقية أشعر يا إريتريا بعزتي، أشعر أني سيد في بلدي. وحينما يسوقني الكلاب للمقاصد، وحينما تهطل فوق جسد السياط كالقنابل، أحس يا إريتريا بأنني فجر وتاريخ وشمس وغد وسنبلة. وحينما أكون في القيود تشعرني إرادتي بأن أصير لغما يحطم الحصون والسدود، وأن أصير عاصفة تجتاح من تدفقوا من خارج الحدود. وعندما أموت يا إريتريا بين يديك ثم أحيا مرة ثانية وأعرف الطريق، وحين يستقبلني الربيع بالورود والتحية تشعرني سعادتي بحاجة لأن أكون
نار بندقية. إريتريا يا جرحنا الراقد في عيوننا، يا وجع الرجال لا تحزني، يا زهرة الجبال، من المحيط للخليج كلنا فداك، فقاومي وقاومي وقاومي، غدا يطل الفجر في ذراك، وينزل السلام كالمطر، وتنبت الورود والسنابل الخضراء والشجر. شاعر الإنسان السوداني الإريتري الأستاذ التجاني حسين دفع السيد. نتوقف هنا وأعود فنعلق شيئا مما يسمح به الوقت. أيها المشاهدون الكرام، هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، ومنها تابعتم الجزء الأول. لحظات وأعود إليكم، فابقوا معنا متكرمين وليسوا مأمورين. المشاهدون الكرام، نحن عدنا إليكم لنكمل ما تبقى، وحقيقة ليس أكثر من 5 دقائق، لكن خلوني في عجالة أقول إنه لقد وفق أولا إدريس اختيار الكلمات من بين هذه القصيدة الطويلة. كلمات ولو لحنت الكلمات كلها ربما الناس برضو كان حيتمسكوا بها، ولكن دائما الناس يعني يتمسكون أو ترسخ في أذهانهم ما أوقع منها موسيقيا وما تردد كثيرا وما إلى ذلك. لكن بشكل عام قصيدة فيها دفق وإحساس وطني وإنساني وعدل اجتماعي، وفي نفس الوقت ينظر إلى إريتريا من الزاوية التي ينبغي النظر إليها، اعتبارها جارة للبحر يعني، وفي ذلك رسالة. والرجل طبعا يعني بأمانة يعني القصيدة أنا أول مرة أقرأها مثلا كلها كاملة، أو ربما أكون تمعنت فيها الآن أكثر. فكانت قصيدة فعلا قوية ومعبرة، وقصيدة في يعني وفي زمن كتبها في زمن متقدم يعني. وعندما كانت الثورة الوقت ذاك الناس كانت تقول عليها الثورة المنسية. فله الشكر والتحية بذلك العمق وذلك الدور، وفي نفس الوقت كونه يقول ذلك الرأي الصريح يعني. والثورة الإريترية كانت تتنازع أهواء الساسة وناس المصالح والمطامح يعني، وبالتالي كانت شجاعة وقوة منه وصراحة. وهو كما قرأت عن سيرته هو صحفي كبير، واشتغل في عدد من الصحف السودانية، وبرضه هو يعني له علاقة بإدارة الأعمال، وخاصة في جانب المالي وما إلى ذلك. وفي الاستراحة بين الجزئين بحثت فوجدت أنه هناك حوار قوي، حوار طويل، حوار عميق أجراه معه أخونا وزميلنا جمال همد، له التحية. وأجرى اللقاء مع الشاعر لصالح موقع دوليس، أجراه كل من جمال همد وسليمان مندر، لهما التحية. حوار مع شاعر إريتريا يا جارة البحر، هو اسمه شاعر إريتريا يا جارة البحر، حتى الناس ما يعرفون اسمه بالكامل مين، وهو التجاني حسين دفع الله السيد يعني. فهذا الحوار أجري معه من يعني من زمن طويل، وأنا إن شاء الله سنقدم معلومات عن هذا الشاعر وسيرته الذاتية. وهو خريج كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم في إدارة الأعمال يعني. إن شاء الله يعني هذه سانحة طيبة، سنتعرف وعلى الأقل وفاء بهذا الشاعر وما قدمه يعني. نقدم سيرته الذاتية وما تضمنه ذلك الحوار الهام. وهذا يعتبر برضو جانب توثيقي
لنا نحن في برنامج مع اللغة العربية، أولئك الذين دعموا اللغة العربية. كم من الإريتريين يحفظون هذا النشيد ولا يحفظون النشيد الوطني المعتمد من المجموعة الحاكمة؟ خلق كبير يعني. وإذا الواحد شدى بهذا اللحن، الوجود الإريتري كله يغني معك يعني وينشد معك. ما يعني خطر على بالي وأنا أقرأ هذه القصيدة، يعني نحن يعني كتب لنا أن نعيش في إريتريا من 91 بدايات التحرير يعني الجماعة ما سبقونا إلا ب5 شهور يعني. ولكن فيما أذكر 17 عاما الذي جلست في إريتريا عاملا ومتأملا، وطبعا فيها خائفا ومترقبا كمان، ما حصل يعني. لم يزر الشاعر إريتريا الرسمية يعني أنا في تصوري، يعني لو كان اعتراف وتقدير واحترام للناس، هذا كان مفروض أول الذين يكرمون في إريتريا فقط لهذا النشيد بس، بل يعطوا الجواز الدبلوماسي يعني، ويعطوا الجنسية الإريترية ذاتها. يعني الجنسية الإريترية دي، إريتريا لو نطقت مش تديه الوريقة دي يعني مثلا، كانت ادته أرض وجواز والبطاقة وأي حاجة ذاتها في إريتريا. قد تفضل، إريتريا جارة البحر ومنارة الجنوب. لكن السياسة التي طغت وبتاع هي ضد كل هذه المعاني والقيم التي ضمنها الشاعر، وربما يكون مغضوبا عليه من أولئك وهؤلاء. فأنا شخصيا لم أشاهد الشاعر طيلة السنوات التي جلسنا. في عقب خروجنا شاهدت له مقابلة في التلفزيون الإريتري، أعتقد أجراها معه زميل صلاح الدين حسين علي إن لم أكن مخطئا. فتحدث في التلفزيون يعني حديث كده، طبعا لا يمكن أن يأخذ راحته، أو لو كان خارج الأسطوانة الإريترية نظام الحاكم كان ممكن يفضفض يعني. والله أي بيت داير له شرح يعني. على كل يعني كانت هذه مناسبة أن نتحدث فيها عن إريتريا جارة البحر وما يعني الأشياء التي ترابطت من هنا وهناك يعني. فإن شاء الله أنا أعدكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستعرض لكم ما دار في الحوار، لنعرف شاعرنا على حقيقته يعني، من خلال استعراض المقابلة التي وجدتها في موقع سماديت كوم، وهو موقع إريتري توثيقي إريتري، وده جانب توثيقي، فلهم الشكر الجزيل. ولمن أجرى الحوار معه أخونا جمال همت الصحفي المعروف، وأخونا سليمان مندر له كل التحية والاحترام، وأخ عزيز كمان يعني، له التحية والسلام والمحبة. فسنستعرض ما دار في الحديث في الحلقة المقبلة بإذنه تعالى. في الختام أيها الإخوة والأخوات، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. ودوما نختم بقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. كنتم مع برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. البرنامج يعده ويقدمه محدثكم أحمد شريف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.